سمعت جمله كده في بودكاست، حاسه ان انا وقفت عندها شويه. انا دايما بحب قوي اعمل سيرش عن السعي وازاي الواحد يسعى وايه افضل انواعه والكلام ده. لقيت نوعين من السعي كده. في واحد بيتكلم ايه، في نوعين من الناس. في نوع بيفضل طول الوقت يجري 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 وكل حاجه بتجيله بصعوبه وكل حاجه بتجيله بعد ما يتعب فيها جدا ويضيع وقت ويضيع مجهود كبير قوي، وفي الاخر بيوصل للحاجه دي بس بعد مشقه جدا. والنوع التاني من السعي بيقولك ان المفروض البني ادم ما يتعبش قوي كده، وان هو يجذب الفرص بتاعه السعي بتاعته دي. يعني لو هو عايز حاجه معينه يقدر يجذبها من خلال ان هو يبقى عارف ان هو يستاهل الحاجه دي. يعني انا عارفه ان انا استاهل الحاجه دي، فانا هشتغل وهفضل اسعى لها، بس انا متاكده ان انا هوصل للحاجه دي. هي فيها شويه من اليقين، بس فيها حته ان انت يبقى عندك انجذاب للحاجه ان انت تستاهلها، فهي الحاجه دي هتجيلك. والناحيه التانيه بتقولك ان انت مهما تتعب ومهما تعمل مجهود كبير قوي هتوصل لها، بس هتوصل لها بعد مجهود كبير قوي. فده الفرق بين الناس اللي واثقه في نفسها والناس اللي عارفه قيمه نفسها، وفرق بين الناس اللي بتقعد تجتهد وتتعب وحاسه من جواها ان هي ما تستاهلش الحاجه دي، بس هي يعني بتسعى لها جامد قوي عشان توصل لها، او اللي هي بتبقى مستكتره الحاجه عليها. يعني في ناس تقول لك ايه يا عم وانا قد مش عارفه ايه، يا عم وانا مش عارفه ايه. هم لو اجتهدوا هيوصلوا لها، بس هيوصلوا لها بعد تعب قوي، لان هم ما عندهمش من جواهم تاكيد 100% ان هم هيوصلوا للحاجه دي في يوم من الايام. انتوا رايكم ايه؟